بقالي فترة مش قادر أسمع أي داعية حاسة إنهم بيتكلموا عن حياة مثالية مش شبه حياتنا. يعني أكيد إحنا كلنا فاهمين صفات الله، بس التسليم مش سهل زي ما حضرتك بتتكلم عنه. التوكل نعرفه بس مش سهل إننا نشتغل عليه. عندي أكتر من تعليق على السؤال وبعدين هجاوب على حضرتك. بقالي فترة مش قادر أسمع أي داعية. بتحصل إن البني آدم بيحصل له تشبع وعدم ثقة في من هم موجودين على الساحة بسبب تجارب معينة مع شخص أو اتنين أو تلاتة أو أيا كان، فغصب عنه قلبه بيقفل. وده بيحصل مع بعض الناس مننا، حاسة إن هم بيتكلموا عن حياة مثالية مش شبه حياتنا. مش كلهم. من التجربة مش كل رجال الدين والدعاء إلى الله بعيدين على الواقع، بل في ناس كتير أنا بسمعهم ودي تجربتي معاهم وانت ممكن تقول لي ما انت ممكن مثلا بقالك فترة بتسمع، او يعني انت مثلا ممكن تكون طلبت العلم شوية، فانت يعني ممكن تكون يعني متعود تسمع الحاجات دي. لا، انا بتكلم عن رحلتي من اولها. ان انا ياما سمعت علماء لا ومشايخ ودعاء قريبين من الواقع وبيكلمني عن حاجات اقدر اعملها لو حطيت بعض المجهود. يعني اكيد احنا فاهمين صفات الله هنا؟ لا، لا، احنا مش فاهمين صفات الله ولا حاجة. لسه كتير علينا كلنا، كتير ان احنا نفهم حقيقة اسم الله الوكيل ولا يحيطون به علما، وحقيقة التوكل. لا يا صديقي او يا صاحبة السؤال، هي مش قادرة يبقى انت بنت مش قادرة اسمع اي داعي. لا، احنا لسه قدامنا وهنسمع عن ربنا كتير، ويبقى لسه ونبقى لسه في كي جي 1 زي ما بيقولوا، اولى حضانة، وهنسمع عنه كل يوم نفهم معنى جديد يقربنا. ننتقل من مجرد واحد عارف المعلومة لواحد فاهم المعلومة، لواحد عايش بالمعلومة. فالقضية مش في معرفة ان ربنا كريم، القضية في فهم يعني ايه كريم واعيش وانا ببقى اشاهد كرمه عليا. فلا، ديننا واقعي. وكتير من خطابات اخواتنا ومشايخنا واساتذتنا الدعاء، ولكن ادعي ان ربنا يرزقك من يفهمك وتفهمه. لا شك ان في بعض اساتذتنا ومشايخنا محتاجين يقربوا اكتر من الناس ويوصلوا الدين بشكل اكثر قدرة على التطبيق في عصرنا الحديث، بالذات كل ما الشباب يطلع وحياتهم تختلف عن زمان. بنحتاج ان الخطاب الديني يكون اوضح وابسط واقرب للناس. لكن لا، موجود. وادعي ان توفق لمن يدلك على الله سبحانه وتعالى.